السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أعلنت الجوية الجزائرية اليوم الاثنين عن اضطرابات وإلغاء رحلات بعد إشعار الإضراب الخاص بالوظيف العمومي بفرنسا يومي 7 و8 مارس 2023. وحسب الجوية الجزائرية سيتم تحويل الرحلات الملغاة مع تحويل المسافرين إلى رحلات أخرى. للإشارة، تحث النقابات العمالية الرئيسية في البلاد الناس على المشاركة في إضراب الثلاثاء، حيث يحتجون على مقترحات رفع سن التقاعد إلى 64. وتسببت الإضرابات السابقة في حدوث مثل هذه الاضطرابات، حيث انسحب العديد من العاملين في قطاعات التعليم والطاقة والنقل خلال جدول عملهم في محاولة لإظهار مخاوفهم. وفي الأخير شكرا لكم والسلام عليكم.